حلقتنا النهارده عن السمك، هنعمله بتتبيلة كويسة جدًا، ولو عندِك كده كمية قليلة من السمك تعالي أقول لِك بقى هنعمل إيه، نزوّد الكمية بتاعتنا. أول حاجة معايا سمك مكرونة، هنا السمك بتكون حجمها كبير شوية، هُم 3 سمكات. هابتدي إن أنا أقطّع السمك ده بحيث إن هو يوفّر أو يكفّي عدد كبير معايا. السمكة هاجيبها أقطّعها على 3 قطع. بعد كده هاخد الحتة اللي هي من عند الديل وهابتدي إن أنا أشقّها من عند السلسلة، أفتحها كده من النُص. بعد كده هابتدي آخد الجزء التاني من الحتة من عند السلسلة، هابتدي إن أنا أشقّها كده من عند من الضهر السمكة من ورا، لحد ما هتبقى معايا جزئين. صدقيني ال3 سمكات دول هيعملوا معايا كمية كبيرة جدًا وحلوة جدًا، تقدري تقدّميها كده على سفرتِك مع طبق بقى رز، مع طبق سلطة. دي كده السمك بتاعنا أهو قطعناه جِزل. هنعمل التتبيلة عبارة عن راس توم، رشة من الملح، رشة من الكمون المطحون، رشة من الكزبرة الناشفة المطحونة، معلقة من هريسة الشطة، تقدري تبدليها بقرن فلفل أخضر تكوني كده فرماه. حطيت هنا عصير ليمون وحطيت معلقة كبيرة من الخل. قلبي كل المقادير كده كويس. بعد كده هابتدي إن أنا أتبل قطع السمك، ودي خطوة مهمة عشان بتخلي لِك السمك بتاعِك يبقى طعمه حلو وريحته حلوة. باتبل السمكاية من الجنبين وباحط كده فوق بعضه، على الأقل لازم تسيبيه نُص ساعة كده في التتبيلة. بعد ما هاتبّل هابتدي إن أنا أغطّيه وأحطّه في التلاجة لمدة أقل حاجة نُص ساعة. بعد مرور نُص ساعة هاجيب بقى الدقيق وباحط عليه رشة من الملح وفلفل الأسود رشة كده بسيطة، باحط طاسة على النار بانزل فيها بالزيت واسيبه على النار يسخن. ده كده السمك بعد ما قعد نُص ساعة، هابتدي إن أنا أشيل التوم من على كل واحدة من السمك، وهابتدي إن أنا أعفّرها بالدقيق من الناحيتين. طبعًا هاعفّر كل الكمية اللي أنا هاحطها في الطاسة على ما الزيت بتاعنا يسخن. أهم حاجة تشيلي التوم عشان ما يتحرقش معاكِ في قلب الزيت ويبوّظ لِك الزيت. بعد كده أول ما الزيت بيسخن بابتدي أنزل بقطع السمك، دي خطوة مهمة لازم تنزلي بزيت سخن. بابتدي كده أزُق كده وابتدي إن أنا أحط بقية الكمية. باسيبه بقى كده لحد ما يبتدي كده يلوِّن معانا كده من تحت. أول ما أحس إن هو ابتدى إن هو يلوِّن، بابتدي إن أنا أقلب على طول على الجنب التاني، وهاسيبه بقى لحد ما يبتدي ياخد اللون بتاعه المضبوط. طبعًا بتكون محضّرة جنبِك منشف مطبخ، يا إما تكون محضّرة مصفى وتحتيها طبق، عشان أول ما بنطلّع السمك بنحطه في المصفى أو على منشف المطبخ عشان نتخلّص من بقايا الزيت الزائدة. وده كده شكل السمك بتاعنا، صدقيني بيعمل معاكِ يعني طبق كده كمية كويسة، وصدقيني مش قادرة أقول لِك على الريحة ولا الطعم في منتهى الجمال. طبعًا بقى في طبق التقديم بنعمل بقى رشة كده من البقدونس، بعد كده بابتدي إن أنا أحط عليه السمك وأقدّمه كده في طبق التقديم. دي كانت حلقتنا النهارده، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.